هاي ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى كده جاية لكم فيديو مختلف. الفيديو ده فيه مامة حور وبابا حور وحور، وهم هنا في اول الفيديو كده. المقطع ده انا جايبه لكم بيعلنوا عن مفاجأة، بيقولوا لنا انتظروا، يعني هم هيقولوا لنا المفاجأة دي. وهنا مامة حور بتقول احنا كنا في غيبوبة بقالنا 3 ايام مش بننام، والنهارده بقى هما كده عندهم تصوير بره. حور هتقول دلوقتي، هتقول عندنا تصوير، رايحين يصوروا يعني في مكان برضو موجود معانا في الفيديو ده. آه يا رب الفيديو يعجبكم. أول مرة كده أنزل لحور ومامة حور وبابا حور حاجة عندي على على القناة. حور القمر دي هنا بتقول لهم اهو عندنا تصوير بعد ما نزلت. مامتها كانت شايلاها، والاوتفيت ده كمان بتاعهم بتاع العيد. حور القمر ومامتها هتورينا الاوتفيت بتاعها دلوقتي في منتهى الشياكة. بص الفستان تحفة، لبسها كله في منتهى الجمال. لبس شيك جدا، مش ما م- مش ظاهر يعني جسمها، وحجابها برضو تحفة. الصراحة أنا الستايل بتاعها بيعجبني. هنا اهوت الفستان مع الشنطة الجميلة دي ولفة الطرحة التحفة دي. حتى بص الكم ما شاء الله عليها، يعني هي ملتزمة جدا في لبسها. ويلا ندخل بقى في إعلان الفيديو. هنا اهوت بابا حور بيقول لها بصي يلا. طبعا دي أجمل لحظة عند أي ست، لما جوزها يقول لها يلا هنتغدى برا. هو هنا بيقول لها يلا هنتغدى برا، قالت له طب واللحمة؟ قال لها لا أنا زهقت من اللحمة خلاص. أنا طلعت لي جناب من كتر الفتة واللحمة، هنطلع ناكل برا. عايزة تيجي معانا اتفضلي، مش عايزة تيجي براحتك، هاخد حور واروح. قالت له لا ثواني هلبس اهو. وهنا بقى هم راحوا اهوت المكان ده. فرايد تشيكن، هو موجود في القاهرة. هو المكان ده اساسا سعودي. جاب لها هنا هي طلبت فتة، وهو طلب الاكل ده هو وحور. هيقول لنا هو عبارة عن ايه دلوقتي. عبارة عن اهوت بطاطس وصدر والورك والجناح اهو، مع البطاطس بقى بتاعته مع العيش، مع سلطة الكولسلو. مع بصوا بيقول هنا بيقول الرغيف العيش قد وشي، والسلطة برضو بيشكر فيها. هنا بيقول أنا هعمل السندوتش المفضل بتاعي. قسم الرغيف كده مع البطاطس والسلطة والفراخ. بص بيقول من كتر ما هي سخنة أنا ما كنتش عارفة أمسكها. وحور كانت مستمتعة هي كمان أوي بالأكل. هنا بقى جاب الفتة لمامة حور. شايفين الجمال؟ إن شاء الله نجرب المكان ده. ولو الفيديو بقى عجبكم ما تنسونش في لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.